بعض يعتقد بأنه موسم رمضان والشركة المتحدة للخدمات العملية ومنتجها توقيف موقع إيجي بيست رغم أنني لست من المنتجين تخيل معايا كده موقع بدأ من أوضة ضلمة بدون حملات إعلانية بملايين، بدون شركات إنتاج ولا رعاية من أي حد، ومع ذلك قدر يركب الترند ويوصل لأكتر من 8 مليون زيارة شهرية ويدخل ضمن أكتر 10 مواقع مشاهدة في مصر. السؤال هنا إزاي موقع زي ده قدر ينجح النجاح المرعب ده؟ ازاي كانوا بيجيبوا الافلام اللي لسه بتتعرض في السينما النهارده وتلاقيها عندهم بكره الصبح؟ وهل فعلا اصحاب الموقع ده عملوا ملايين الدولارات؟ وايه اللي حصل في يوم السكوت اللي قلب الدنيا؟ النهارده هنتكلم في الموضوع وهنحكي القصه اللي محدش حكاها بالكامل عن امبراطوريه ايجي بيست. نرجع بالزمن شويه لجيل ما قبل ايجي بيست. زمان عشان تتفرج على فيلم كان قدامك حل من الثلاثه، يا تروح تشتري شريط فيديو او يا اما تدخل على منتديات وتستنى الفيلم ينزل متقسم على 10 لينكات وتدعي ربنا ان اللينك السابع ما يكونش بايظ. والحل الثالث ان انت تروح زي شاطر السينما وتتفرج على الفيلم. في الفتره دي ظهر ايجي بيست. الموقع بدا بسيط بس كان بيقدم ميزه تنافسيه دمرت كل اللي قبله وهي تجربه المستخدم. ايجي بيست فهم الخلاصه، الناس عايزه تدخل تدوس بلاي وتتفرج بدون تسجيل بدون اشتراكات بدون ما تحمل 50 بارت وتفك الضغط، مجرد مكتبه ضخمه منظمه بجوده كويسه وترجمه احترافيه مظبوطه بالملي، وده اللي خلاه ينتشر زي النار في الهشيم. طيب الموقع مجاني بالكامل والسيرفرات اللي بتشيل ملايين الزيارات دي بتتكلف ارقام فلكيه. ايجي بيست بقى كان بيكسب ازاي؟ الاجابه في الكابوس اللي كلنا عشناه وهي الاعلانات المنبثقه. انت بتدوس على زرار التشغيل فجاه يفتح لك 3 تابات فيهم اعلانات او العاب غريبه او مواقع تانية. ايجي بيست ما كانش بيعتمد على اعلانات جوجل العاديه لان جوجل بترفض مواقع القرصنه، كانوا بيعتمدوا على شبكات اعلانات بديله بتدفع بال1000 ظهور وبالنقره. ولو جينا بالارقام الموقع كان بيستقبل اكتر من 8 مليون زياره شهريه في ذروته، ومتوسط مده الزياره الواحده كانت بتتعدى 5 دقايق ونص، رقم خرافي في عالم المواقع. لو حسبنا بالتقريب كل 1000 ظهور الاعلان بتدفع ما بين $5 ل $20 حسب النوع والجمهور. تخيل ال 8 مليون زياره دول مع 3 أو 4 اعلانات لكل زائر، الارباح اليوميه وحدها كانت ممكن توصل آلاف الدولارات. وفي تقديرات بتقول ان الموقع في عز مجده كان بيدخل ارباح صافيه تتخطى ملايين الدولارات سنويا. هنا بقى ندخل في الجزء الاخطر، الامداد والتموين. ازاي فيلم لسه بيتعرض في السينما في امريكا تلاقيه بالليل على ايجي بيست مترجم كمان؟ العمليه دي كانت بتتم عن طريق شبكات قرصنه عالميه وايجي بيست كان بياخد منهم ويترجم للعربي. المصادر كانت 3 انواع. اول نوع وهي نسخه الكاميرا، ودي حرفيا الناس بتدخل السينما بكاميرا صغيره او موبايلات عاليه الدقه بيصوروا الفيلم ويسربوه حتى لو بجوده سيئه بس بتحقق نجاح. وتاني حاجه وهي النسخ المسربه، ودي نسخ اصليه بتتبعت للنقاد او لجان التحكيم في المهرجانات، في الغالب بتتسرب وتلاقي مكتوب عليها تحذير انها مخصصه للعرض الخاص. وتالت حاجه وهي القرصنه المباشره، مجرد ما الفيلم او المسلسل ينزل على المنصات الرسميه في برامج متقدمه جدا بتكسر حمايه التشفير وبتسحب النسخه الاصليه خام باعلى جوده، وفي دقايق بتكون مرفوعه على سيرفرات ايجي بيست. النجاح المرعب ده كان لازم يعمل زلزال. شركات الانتاج العالميه ودول كتير في المنطقه بدات تضغط، لكن السيف اللي نزل كان من جوه. في مايو 2019 وفي قلب شهر رمضان حصلت الضربه الموجعه. القضاء المصري اصدر قرار باغلاق الموقع رسميا وتم حجب الموقع في مصر بعد حمله واسعه شملت مواقع قرصنه كتير زي عرب لينوز واكوام وموفيز لاند وعرب سيد ومزيكا توداي وشاهد فور يو وسيما فور اب. القصه كلها اشتغلت بعد شكاوى رسميه من اصحاب المحتوى الاصليين بانتهاك حقوق الملكيه الفكريه، وبالتحديد قبل رمضان لما شركات الانتاج اعلنت انها هتطلب تطبيقات مدفوعه للمسلسلات وفي مقدمتها شركات انتاج تابعه لجهات رسميه. هنا بدات الضغوط تزيد. اصحاب ايجي بيست كتبوا بعباره النهايه بخط اسود على خلفيه بيضاء وقالوا في بيان رسمي الموقع اتحجب عن عدد كبير من المستخدمين في مصر، احنا اسفين جدا وشكرا ليكم على كل حاجه. الانترنت العربي كله اتقلب وهاشتاج اغلاق ايجي بيست وهاشتاج اغلاق ايجي بيست تصدر الترند. ناس كتير قالت الامبراطوريه سقطت، وفي ناس في تويتر قالت اللي عمل كده وساهم في اغلاقه ربنا يتقبل منكم صيامكم، وفي ناس ثانيه قالت سيف من غير ايجي بيست هيبقى سيف حزين. الموقع وقت اغلاقه كان من ضمن اكتر 10 مواقع مشاهده في مصر، وفي دول تانية زي الجزائر والكويت والمغرب والسعوديه كان هو الموقع القرصني رقم 1. بس الحقيقه وهو ان مواقع القرصنه دي عامله زي التنين ب7 رؤوس، تقطع راس يطلع مكانها 2، وان موقع ايجي بيست كان عامل حسابه قوي وبدا يلعب لعبه القط والفار. الشركات تقفل دومين يفتحوا دومين تاني ويضربوا السيرفر الاساسي، يشتغلوا على سيرفرات بديله في دول قوانين الحقوق الملكيه فيها ضعيفه. والمشهد المدهش فعلا وان بعد ما الموقع اتقفل هاشتاج ايجي بيست نفسه اتحول لساحه حرب، ناس بتحزن وناس بتهني اللي عملوا كده. لكن الاغرب ان في خلال ايام ظهرت عشرات الحسابات بتسرق الهاشتاج وتروج لمواقع بديله.
اللي حصل ان الموقع الام مات، لكن ظهرت بعده عشرات النسخ بتحمل نفس الاسم والشعار ولسه موجود لغايه دلوقتي. النهارده اسم ايجي بيست ما بقاش مجرد موقع، ده بقى ماركه مسجله للفرجه المجانيه، لدرجه ان في عشرات المواقع حاليا سارقه الاسم واللوجو عشان تجيب زيارات. ايجي بيست ساب وراه تاثير كبير، وهو اللي اجبر المنصات الرسميه انها تعمل خطط اسعار رخيصه في الوطن العربي وتنتج محتوى محلي عشان تقدر تنافس. في النهايه ايجي بيست نجح، بس نجاحه كان مبني على القرصنه وسرقه مجهود صناعه السينما. وهنا لازم نسال نفسنا سؤال مهم، هل الناس بتلجأ للقرصنه عشان بتحب الحاجه ببلاش، ولا عشان الشركات الكبيره قسموا المحتوى على 50 منصه وبقى مستحيل مواطن عادي يدفع كل الاشتراكات دي شهريا في كل المنصات دي؟ وهل شايفين ان ممكن الفقر هو اللي خلى ايجي بيست يعلى؟ مستني لكم في الكومنتات. كان معاكم زياد، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.